بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بنفصل فستان على عمر سنة تقريبا شهرين. طبعا مقاساتها بالمقاسات العالمية، يعني كعمر بين 8 شهور أو 7 شهور، لأني ما شاء الله البنت طايفة. طبعا كمية القماش اللي موجودة عندي، أنا أخذت كمية قماش من التل تقريبا 3 متر، لأن نشتي الفستان يكون أصلا مكوش. أيضا بقايا معي تقريبا 4 متر من بقايا فستان الوالدة. أيضا أخذنا اللي هو مقدار متر، اللي هي البطانة اللي بنعمل منها البترون. أنا بالنسبة لي بتكون عندي هي البترون الأساسي لتفصيل الفستان. طبعا تلاحظين على المقاسات، طبعا ما عاد حددت الطول، حددت عرض الكتف 20 سنتي، طول الصدر 20 سنتي، طول الفوطة 27، دوران الصدر مع الخاصر بيكون 45، طول الكم 10 سنتي، ودوران المزند اللي هو 15 سنتي. طبعا أول خطوة احنا بنعملها بنحدد اللي هو دوران الخصر أو البطن، بيكون عندي 45، قسمنا على 4، يطلع لي 11.5، يعني كم؟ 12. وأحدد اللي هو الخصر. طبعا ما أحتاج زن كثير أو كسرات في التنورة، هو المفروض أخليه 12، أنا أخليه 15، تكون عندي حاجة خفيفة. وأعمل التحديد من هنا. تمام. بعد ما حددت الخصر أحدد اللي هو طول التنورة. كم قلنا طول التنورة؟ 20 سنتي، 20 سنتي، وأعمل 2 سنتي فقط اللي هي الزيادة، علشان بس الخياطة والكلفة حق أسفل التنورة. طبعا أعمل بهذا الشكل. الآن نرسم الكلوش، نرسم الكلوش من فوق ومن تحت على نفس الرقم. وبعدين نقص. عند القص نبدأ نقص من فين؟ من الأسفل. طبعا الآن بنقص تنورتين، اللي هي التنورة الأساسي والتنورة حق القفاز، يعني البطانة اللي بتخفي لي الخياط. قصينا الآن أسفل التنورة. نقص الآن الخصر. تكون عندي هذا الشكل. دائما أقول لك نعمل التحديدة من البداية، وتخرجي مقدار 3 سنتي حق ايش اللي هو حق السحاب. بعد ما قصنا التنورة نرجع نقص الصدر، نعمل المقاسات ونرسم. طبعا لاحظوا القماش معطوف على 4، على نفس كانت العطفة اللي كانت الكلوش. الآن أنا أتفصل الصدر، أفصل الصدر بس بطريقة مختصرة، الصدر الأساسي مع البطانة مع الكل مرة واحدة. طبعا أنا ما أستخدمش باترون كثير، بيكون باتروني الأساسي اللي هي البطانة. بعدين إذا كانت عندي مضبوطة خلاص أضبطها على باقي القماش. نحدد الآن اللي هو طول الصدر. طبعا طول الصدر كم قلنا؟ 20 سنتي زائد 2 سنتي، أو الأصح احنا دائما بنزيد كم؟ 3 سنتي. يكون عندي بهذا الشكل. يعني الآن عندي طول الصدر كم؟ 23. عندي عرض الكتف 20، نصفه كم؟
10 وأنزل على نفس المسافة وأقيس طول فتحة الإبط 12 سنتي. طبعا ليش عملت 12؟ علشان هو الأصل بتكون احنا قلنا نفس عرض الكتف زائد سنتي واحد أو نصف طول الصدر. نصف طول الصدر كم قلنا؟ 23. بيكون عندي 11 ونص. احنا قلنا النص ايش يجبر. طيب عندي دوران الصدر 45 قسمنا على 4 بيطلع لي كم؟ 11 ونص يعني 12. تمام. 12 زائد كم؟ 4 سنتي. يعني دوران الصدر عندي الآن اللي هو 16 سنتي. عندي الخصر نفس الصدر، لاحظ انه نفس المسافة، بس طبعا احنا بننقص كم؟ سنتي واحد. الآن عندي قالب مربع، أخذ طول قلنا فتحة الكم 12، ناخذ اللي هو 4 سنتي ونص فتحة الرقبة. لاحظي نزول 1 سنتي للخلف نخليه 1.5، وللأمام 5 سنتي ونص أو 5 سنتي على حسب. طبعا احنا قلنا لك ان البنت ما شاء الله ضعيفة جدا، مقاساتها بالمقاسات العالمية، يعني مقاس 8 شهور 5 سنتي فتحة الرقبة. طبعا هذه الأمام وهذا الخلف. عندي ميلة، طبعا القماش بيروح مش مضبوط، أضبطها أول شي الدبابيس. عندي ميلة الكتف 1 سنتي، وأقسم 11.5 على كم؟ على 3 سنتي تقريبا ونص، 3.5 3.5 بالملي. أقسم هذه نصفي وأدخل 2 سنتي وأبدأ حردة الإبط. يعني طريقة سهلة. أبدأ أقص، لاحظين أنا تقص أمام وخلف مباشرة عشان بس ما يكونش عندي حاجة ما هي سوا. أحدد 3 سنتي، هذه حق إيش؟ حق الخلف، حق السحاب. بسم الله. أبدأ أقص الخلف. طبعا لأن هذا كله بنقص بس البطانة. بعد ما أقص البطانة أرجع أقص القماش الأساسي مع التل. طبعا ضروري إن أنا أدبل حتى التل. طبعا احنا قلنا عندنا الخصر بيكون أقل من الصدر بمقدار كم؟ سنتي واحد. طبعا لن تلاحظ اني مقفلة. ايش هنسوي؟ نثبت اول شي. طبعا لانه باقي معانا شغل في حردة الإبط. نشيل علشان نفصل. طبعا أنا الآن ما عدا
أقص الصدر، بس أحدد اللي هي فتحة الإبط اللي مقدارها كم سنتي إلى سنتي ونص، وأجيب القماش الذي عندي وأقص عليه. طبعا أحط البطانة على القماش اللي هو الأساسي المطرز، وأبدأ أقص بالأمام، بعدين أقص الخلف. طبعا قصينا الصدر، الآن نفصل اللي هو الدانتيل اللي بتكون عندنا اللي هي البطانة. طبعا بتلاحظين ان عندنا شوية فاتح. طبعا احنا هنحط من نفس القماش على البطانة علشان ايش نعمل زي المطفي، نرجعه نخليه كلهم متساويين. طبعا عطفت القطعة مثلثة ال3 متر، عطفتها على 8، بيكون عندي في التفصيل كم 4 طبقات. الآن عندي الموديل بيكون عندي كم 4 طبقات. طبعا أحدد أول شي طول التنورة عشان يبقى لي هنا كله اللي هو زم. طبعا الأغلب يقول لي 3 متر كثير. طبعا أنا خليتها الآن كلش، يعني 3 متر وأنا بخليها 4 طبقات بيكفي. لو أنا اشتي بس زم خفيف بخليه 1.5 متر، وبعمل الموديل حقي على 1.5 متر، وبيكون عندي تقريبا بالتفصيل وهو مستقيم 3 متر، يعني بال1.5 متر بخليه 3 متر. كله على شكل الموديل الذي انتي تشتري. طبعا زي ما قلت لك أنا الآن 3 متر اللي أخذته بعمله الآن كله كلش طبقات، بيكون عندي الآن 4 طبقات، بيكون شكل الموديل حلو. قصينا التنورة التل جاهزة الآن. نبدأ الآن نخيط. بسم الله نبدأ نخيط. طبعا زي ما قلت لكن ضروري ان انا اعمل تل ما بين البطانة وما بين السطر المطرز ايضا، واعمل البطانة اللي بخفي عليها الخيط. يكون عندي بطانة ثانية علشان اخفي بها الخيط. بسم الله. طبعا في خرز في شوية، ضروري ان انتي تنتبهي علشان ما تكسري جلدك. جاهزة الآن اللي هي أيضا أخذت الربوة حق الخلف نخيطها. نثبت، أهم شي نثبت الرقبة، بعدين نقدر بعدين نسوي. بعد ما خيطنا الرقبة حق الأمام حق الخلف نبدأ نريح. إذا انت تقفلي الموديل الأكمام من دون ما تعملي لها أكمام شو تسوي؟ طبعا نخيط الأكمام. بعد ما ريحت الصدر ايش اسوي؟ ابدأ لاحظي وجه القماش وهذه البطانة، اعمل الخياطة التثبيتية على البطانة
ضروري إن أنا أعمل التثبيت علشان ما يكونش عندي انتفاخ في منطقة الرقبة. بعض يسألني يقول لي يا أستاذة ليش بيكون عندي هنا انتفاخ؟ لأن أنت أصلا ما ثبتيش الخياطة حق الحلق. وأنا الآن أرويكن عشان بس أشيل. لاحظين الآن يخف الانتفاخ طبعا لأن القماش ثقيل. لاحظين الآن كيف هو. هذا الآن بعد الخياطة التثبيتية. لاحظين والقطعة قبل التثبيت سريحة قليل. طبعا بتكون بهذا الشكل. هذا لاحظين كيف فيه بهذا الشكل. لاحظتين الفرق. هذا هو الفرق بينهم. بعد ما خلصنا نبدأ الآن نخيط اللي هو الكتف. دائما يا بنات أنا أخيط بهذه الطريقة. أحط البطانة على البطانة والصدر على الصدر وأعمل عملية بهذا الشكل أخفي. تمام. اليوم لا بخيط بالطريقة الثانية الذي هو أخلي الصدر مع البطانة مع بعض والبطانة مع البطانة مع بعض علشان اشتي أعمل عملية إخفاء العيش للكم كمان. يعني بيكون عندي خياطة نظيفة مخفية كامل في الكم والرقبة والخصر. بيكون بهذا الشكل. نحاول أضبط عشان ما يطلعش واحد عندي زايد واحد ناقص. ولما أقلب البطانة تكون مستوية. لاحظين كيف الآن يكون هكذا مخيط. طبعا لما يجي يقلب البطانة بيختفي. حطينا الخياطة لا داخل مخفي كامل. الآن أقفل الجوانب مقدار كامل 4 سنتي الذي زيت حق الخياطة. طبعا أنا أثبت فقط الصدر الأمام والخلف من دون البطانة. طبعا شرويتين كيف احنا نقفل البطانة. طبعا البطانة بنحط بهذا الشكل ونحط الخلف بطانة الخلف. لاحظين كيف فيه. هذه الآن بطانة الأمام. تمام. وهذه بطانة الخلف أحطها فوقها مباشرة وأخليهم كلن على الاتجاه الخلف. لاحظين الآن كيف هو لبستهن داخل البطانة حق ايش؟ حق الخلف. علشان يكون عندي الخياط مخفي. بروتين كمان بالجهة الثانية. لاحظين بيكون عندي هذا الخياطة من الداخل. يعني مش هكذا. هذه بيكون كله لا اتجاه الخلف. تمام. الآن لو كيف احنا نعمله قبل ما أخيط. أنا عملت الأولى بطريقة الخياط لكن الآن أنا ما قد خيطت الجهة الثانية. لاحظين. تمام. بهذه الطريقة أقلب الخلف إلى وجه الأمام وأثبت بالدبابيس. ثبتهم الآن بالدبابيس أول شيء
علشان بس ما يطلعش عندي واحد زايد واحد ناقص، يكون عندي كل شيء مضبوط. طبعا تلاحظوا ان ايش الامام، الصدر الخلف الى الامام، والبطانة الى بطانة الداخل، يعني الصدر الامام من الداخل. ضروري تعملي دبوس هنا، هذه الاولى، بعدين تعملي دبوس في هذا الاتجاه وتضبطي البطاين كامل، ما تطلعش لي واحدة زايدة واحدة ناقصة. وتدبسي، ترجعي الآن تخيطين مقدار كم 4 سنتي. لاحظي البطاين من الأمام ومن الخلف. قفلنا الآن، نشيل البطانة نفتحها بهذا الشكل. والخياط نقفل، لاحظوا مبينه. هذا الآن الخياط، لكن لما تجي تقلبي البطانة الخارجية حق إخفاء الخياط، تلاحظين هذا هو الصدر من داخل نظيف من دون أي قماش مش نظيف، مش مقفل. بعد ما جهزنا الصدر، نرجع الآن نجهز اللي هو التنورة ونجهز الكم. الآن أخيط الكم قبل ما أركب التنورة. أول شيء أعمل زجزاج للطرف، بعد ما أكمل أعمل الزجزاج أعمل ربل. أدي ربل وأقيس دوران المزند، وأقص. حبتين. طبعا كملت الزجزاج. ايش اسوي؟ اغير الدواسة واغير نمرة الخياط، يعني كانت عندي الان زجزاج ارجعها خياطة عادية. واحط الربل بهذا الشكل واعمل تثبيت، بس علشان ايش لما اجي انزل الربل لاحظي اعمل مط. الان اشده طبعا بيكون عندي مسافة اصلا. ايش اسوي؟ اعمل عملية زجزاج ايضا باليد، بالذات في الوسط علشان يكون شكله تمام. يكون شكله روعة. كيف بقى شكل الكم؟ هذا الشكل. طبعا باقي عندي هذه القطعة، ايش اعملها فوق الكم قبل ما اركب الكم الاساس، يعني بيكون عندي شكله بهذا الشكل. هذا بداية
الكم، وهذا النهاية. طبعا الشكل الآن مش واضح، بس بعد ما أقصه وأطبقه بيكون عندكن واضح إن شاء الله. طبعا هذه القطعة اللي بنكلمكن عليها أبدأ أركبها هنا أول شي، علشان لما أجي أفتحها كأني نقول له الكم تقريبا اللي زي الورقة، يعني بيكون لا خارج. شايفين يا بنات هذا شكل الكم. شكله أنيق، طبعا لطفلة عمرها سنة بيكون واضح أكثر بعد ما ينتهي. نبدأ نخيط التنورة، نعمل عملية زم، فنخلي لها رقم 4، نعمل عملية زم نخيطها بعدين نزل. بعد ما انتهينا نسحب خيط المكوك ونبدأ نوزع الزم، يعني نلزم بهذه الطريقة. بعد ما ننتهي من نلزمه نحطه على السطر. بعد ما تمينا نزم التنورة نبدأ الآن نخيطها. أول شي نخيط مقدار 3 سنتي من غير زم من غير شيء، ضروري تكون فاضية. الآن لاحظين عملت علامات على الفوطة اللي بنزمها الآن. هذه العلامة اللي أنا حاطة فيها أحطها فين؟ منطقة الخصر، هنا منطقة الخصر. أنا أوزع الزم بعد ما خيطت 3 سنتي، علشان هذه 3 سنتي مقدار إيش؟ مقدار حق السحاب، يعني لما أنا نجي أخيط السحاب ما يكونش عندي زم خيرات وما يكونش عندي مضبوط، بيكون عندي كذا شكله مكلكع، وأنا محتاجة المسافة تكون مكلكعة. لاحظي هذه الآن وصلت فين؟ عند منطقة الخصر، الخياطة حق الجوانب، وأعمل لها دبوس علشان أقدر أفرق الزم صح. لاحظي، وبنفس الطريقة أعملها للجهة الثانية وأكمل باقي الزم. بعد ما أكمل وأجهز أبدأ أخيط في هذه المنطقة، أبدأ أخيط هنا كامل على المسافة هذه. بعد ما انتهيت من تركيب التل الآن أركب لي الفوطة البطانة بهذه الطريقة. أعمل الأولى بعدين أعمل اللي هي البطانة حق القفة، علشان أخفي هذا الخياط كامل بعمله ببطانتين، البطانة الأولى والبطانة الثانية. طبعا زي ما شفتن قصيتها بس حاجة بسيطة، ما عملتش الخصر زيادة علشان ايش؟ كمية القماش اللي موجود في الخصر، علشان الكمية حق القماش الموجود في الخصر. نفس الحركة، تتذكرين العلامة اللي قصيتها تكون عندي فين؟ في منطقة الجوانب حق الخصر، مكان الخياط حق الجوانب، وأعمل دبوس. لاحظين كما تكون عندي التنورة اللي هي البطاء حاجة خفيفة جدا. طبعا هذا شكل الفستان يا بنات بعد ما انتهينا منه. إن شاء الله يكون عجبكن.